كان الليل مظلم. الضباب كيغطي الطريق اللي كتمشي وسط الغابة القديمة، والناس في القرية كلهم كيهضروا على بغلة القبور اللي كتحوم في الليل. الحاج سعيد شيفور معروف في القرية، كان سايق الشاحنة ديالو وحده باش يوصل البضاعة للقرية المجاورة. دعمنا باشتراك القناة ولايك على بركة الله. الطريق خاوية، غير أصوات الريح وهي كتهز الشجر. فجأة وسط الضباب شاف ظلام غريب كيتحرك، قلبه بدا كيدق بسرعة، والسيد الحاج سعيد خفض السرعة ولكن ما قدرش يوقف. من بعيد طلعت بغلة بيضة كبيرة، عينيها حمر بحال الجمر وحوافرها كتخبط في التراب. كانت واقفة وسط الطريق وكأنها كتستناو. الحاج سعيد حاول يصفر باش تهرب، ولكن البغلة مشات فجأة قدام الشاحنة كتجري بسرعة خارقة. صوت حوافرها كان بحال رعد في الليل، والضباب بدا كيتكاتف والشاحنة كتحرك ولكن غير ببطء، وكأن الطريق مسدود بالقوة ديال البغلة. فجأة بغلة القبور طاحت من الطريق، ولكن منين الحاج سعيد حاول يدوز طلعت مرة أخرى من الجنب الأيسر ديال الطريق بحركة خارقة وكأنها كتجري وكتطير في الهواء. الحاج سعيد بدا كيصرخ والمحرك بدا يطفي ويشتعل بوحده. كل مرة كيسوق البغلة كتولي قدامه وكأنها كتضحك بصوت خافت: ما خصكش تدوز هنا في الليل. حتى نهار اليوم كل من حاول يسوق في الليل على داك الطريق كيشوف ظل البغلة وكأنها كتلاحق الشاحنة، واللي يسمع صوت حوافرها كيبقى مرعوب حتى الصباح.